أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. التوجيهات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا لم تنفذ كما ينبغي. تسير برامج وقائية من فيروس كورونا في شمال البحر الأحمر. تأسيس لجنة لتأمين تطبيق التوجيهات الصادرة في إقليم عنسبة. حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تتخطى 37,000 انقلابتها في أوروبا. مقتل 27 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في هجمات نفذتها طالبان. وأمريكا وروسيا تتفقان على إجراء محادثات بشأن أسواق النفط العالمية. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. لا زالت تصدر توجيهات وتعليمات آنية للوقاية والحد من تفشي وباء فيروس كورونا، وكذلك قرارات تصحيحية ووقائية، إلى أنها تشهد الإهمال والمخالفات والإخلال في تنفيذها. ووفق الجولة التي قمنا بها اليوم الثلاثاء 31 من مارس في العاصمة أسمرة، رصدنا بأن بعض الأشخاص والمؤسسات يتخذون خطوات ترتكز على الإصحاح البيئي يجب الإشادة بها، إلا أننا في المقابل اكتشفنا الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي يعد من أهم سبل الوقاية من المرض اللعين. وأن الإخلال الذي رصدته الكاميرات يشمل على التجمعات في بوابة قسم توزيع الكروت في مستشفى أوروتا، وأسواق ماركاتو للخضر والفاكهة، ومركز التموين رقم 2، وسوق الطواحين في منطقة مدبر، وأسواق الفلفل الأحمر والبهارات، ومركز توزيع الجاز في عداق حمص وغيرها من المتاجر، بالإضافة إلى المحادثات المتقاربة والسلام والتقبيل بالأيادي ولمس الخضار والفاكهة بالأيادي. والإخلال بالتعليمات والتوجيهات والقرارات الصادرة يخلق بيئة لخطورة فيروس كورونا لابد من الحد منه لسلامة الشعب والوطن، وسوف يتم تصدي ظاهرة الإخلال لحزمه. وفي وقت يستدعي معونات طارئة مع سرعة انتشار وتفشي فيروس عالميا وتسببه في الوفاة، يجب تنفيذ التوجيهات لكي لا تخرج الأمور عن السيطرة. ستتخذ الجهات المعنية القرارات القانونية الصارمة على المخلين بالتعليمات. يشهد إقليم شمال البحر الأحمر تسيير برامج وقائية من فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد-19 بتأمين تطبيق التوجيهات والتعليمات. أوضح مسؤول مكتب الصحة في الإقليم السيد تسفاي تسفاطيون أن البرامج المرتكزة على المواطنين تشمل حملات توعوية ومتابعة لازمة لتطبيق التعليمات وإنشاء لجان تراقب وتتابع ذلك. وأشاد السيد تسفاي إلى أن الإقليم ومع أنه يعد بوابة بحرية يواخم دول الجوار تجري وفق التوجيهات الصادرة متابعة جادة ومراقبة لازمة في الميناء وغيره من البوابات الأخرى، موضحا إقامة لجنة تتابع تطبيق التعليمات والقرارات الوطنية الصادرة. من جهته شدد المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور برهي تسفاي على ضرورة تطبيق التوجيهات الصادرة للوقاية من المرض الخطير واللعين الذي أصاب حتى الآن 15 حالة إصابة في بلادنا. تأسست في إقليم عنسبة اللجنة بإشراف حاكم الإقليم تعمل على اتخاذ قرارات لتأمين تطبيق التعليمات الصادرة عن الحكومة عبر مراحل للحد من تفشي فيروس كورونا. وقد شرعت هذه اللجنة التي تحتوي على لجان مسقرة في اتخاذ القرارات متابعة وفق التوجيهات الصادرة إغلاق أماكن ومناسبات التجمعات وإيقاف خدمات المواصلات العامة وكذلك أوضاع الأسواق. وأفاد مراسل إيرينا بأن اللجنة اتخذت قرارات صارمة تمثلت في إغلاق 13 مؤسسة قامت بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية في مدينة كرن. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفاطيون قرماي مع تفشي فيروس كورونا غير الطبيعي تعد عملية تنفيذ وتطبيق القرارات غير الطبيعية الصادرة للحد منه واجب قانوني على كل مواطن،
داعيا المواطنين للحد من الظاهرة الإهمال والتجاهل. وقال السيد تصفطيون إنه رغم ارتفاع معرفة وفهم المواطنين بفضل حملات التوعية الجارية باستمرار عن طريق وسائل الإعلام المحلية بخصوص سلوكيات فيروس كورونا وسبل الانتقال وأضراره، إلى أن تصحيح ظاهرة النواقص والمخالفات خاصة في المدن ضرورية ملحة، مشددا على ضمان الصحة الذاتية والصحة المجتمعية بتطبيق التوجيهات والتعليمات الصادرة واجب وطني. وقال السيد تصفطيون إن المدارس أغلقت باعتبار الصحة فوق كل شيء والحد من التجمعات، لكن الطلاب ورغم غيابهم عن مقاعد الدراسة إلا أن تجمعاتهم للممارسة رياضة كرة القدم لم يحد من التباعد الاجتماعي. لذلك ناشد الآباء لمتابعة ومراقبة أبنائهم لملازمة منازلهم. إلى جانب الجهود الجارية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، قام الشباب الطوعيين في مدينة مندفرة بجمع التبرعات المالية من التجار لمساعدة 120 أسرة محتاجة عبارة عن أدوات النظافة. وقال الشباب الطوعيين الموظفين من الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع الإقليم الجنوبي أنهم اتخذوا هذه المبادرة مدركين بأن النظافة عنصر رئيسي للوقاية من فيروس كورونا، ويسعون جاهدين ليتبعهم المجتمع مدركا هذه الأهمية. وأوضح الشباب الطوعيين أن سلوك المرض يعارض تماما الحياة المعيشية لمجتمعنا لكونه ينتقل عبر السلام والتقارب والعطف وتلامس بسيط، داعين المواطنين لتطبيق التوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وأفاد مراسل إيرنا بأن الشباب الطوعيين قاموا بتوزيع معلومات ومنشورات تساعد أصحاب المرافق الخدمية في أعمالهم والتحذيرات التي يجب اتباعها. ووزعت أدوات النظافة التي كلف شراؤها حوالي 14,000 نقفة في 30 من مارس عن طريق إدارات الضواحي. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، يبقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم 37,840 وفاة، غالبيتها في أوروبا، وعلى وجه الخصوص إيطاليا التي بلغت 11,591 وفاة، وإسبانيا 7,340 حالة، وفق أرقام وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية. وتخطى عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا في مجموعة 184 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء 786,932 إصابة، في حين شفي 165,930 شخص. وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11,591 حالة، تليها إسبانيا مع 7,340 حالة، ثم الصين 3,304 حالات، وسجلت فرنسا 418 وفاة في 24 ساعة في عدد قياسي. وتشهد إسبانيا تباطؤ في تزايد عدد الوفيات والإصابات منذ بضعة أيام، ما يوحي أن الوباء سيبلغ ذروته قريبا، ويلازم أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم منازلهم على أمل وقف انتشار فيروس كورونا المستجد. قالت الشرطة ومسؤولون حكوميون إن مسلحين من حركة طالبان قتلوا 27 فردا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في وقت تواجه فيه جهود السلام بوساطة أمريكية مصاعب جمة. وفي أحدث اشتباكات، قال متحدث باسم قوة أمنية إن المسلحين اقتحموا يوم الأحد مجمعا لضابط كبير في الشرطة في إقليم طاخار شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 13 شرطيا وإصابة الضابط. وفي إقليم زابل جنوب البلاد، قالت الشرطة إن قوات من طالبان هجمت مواقع أمنية تابعة للحكومة، مما أسفر عن مقتل 11 جنديا على الأقل.
وقال مسؤولون إن مواقع أمنية حكومية تعرضت أيضا لهجمات في إقليم هلمند بجنوب البلاد وإقليم بغلان بشمال البلاد، وقتل 4 من قوات الأمن في المنطقتين. وأبرمت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا الشهر الماضي يسمح لواشنطن وحلفائها بسحب قواتهم في مقابل تعهدات من الحركة بوقف الإرهاب. قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على إجراء محادثات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن تراجع أسواق النفط العالمية. والاتفاق يمثل تحولا جديدا في دبلوماسية النفط العالمية منذ أن تسبب فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا في وقت سابق هذه الشهر في الاتفاق على خفض الإنتاج في إشعال حرب أسعار بين روسيا والسعودية. وأسهمت آثار تفشي جائحة كورونا أيضا في تهاوي أسعار الخام إلى مستوى تاريخي، وهو ما يهدد شركات النفط ذات تكاليف الأعلى في الولايات المتحدة وحول العالم بالإفلاس. وقال جاد جير المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيسين اتفقا على أهمية استقرار أسواق الطاقة المالية. وقبل قليل من الاتصال الهاتفي قال ترامب إن السعودية وروسيا أصابهما الجنون في حرب أسعار النفط. الخبر الأخير في هذه النشرة: فتحت الشرطة الهولندية تحقيقا في عملية اقتحام متحف يضم لوحات للفنان الشهير فينسنت فان خوخ. يعتقد أن منفذي العملية استغلوا تدابير الإغلاق المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت الشرطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا متحفا للفنون الهولندية كان قد أغلق مؤخرا بسبب القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا. ولم يتضح على الفور ما إذا تمت سرقة أي لوحات أو قطع فنية في الحادث الذي وقع في متحف سانجرلارين شرق العاصمة الهولندية أمستردام. غير أن صحيفة ميرور البريطانية أشارت إلى أن اللصوص سرقوا بالفعل لوحة للفنان الشهير فينسنت فان خوخ. ويضم المتحف أيضا مجموعة للزوجين الأمريكيين ويليام وآنا سينجر تركز على الحادثة مثل الانطباعية الجديدة والتعبيرية والتكعيبية. أيها السادة المشاهدين، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. في أمان الله ورعايته.